السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ام صالحه. جبت لكم وصفه هايله وهي معجون الرمان بما ان رانا في موسمه وراه رخيص. نبدا على بركه الله. احنا عندي 500 غرام تاع رمان. تعرفوا كاع كيفاش تنقيوه. نحوا له هذاك الابيض باش ما يمدولناش المروريه للمربى تاعنا ولا المعجون تاعنا. هذا الابيض لازم تنحوه. نزيد له هنا 250 تاع سكر. الا درتي كيلو ديري رطل تاع سكر. نخلط انا هذا الرمان مع السكر حتى كل حبه تاع الرمان تتلبس لي هذاك السكر. نزيد هنا شويه تاع لافاني، حبيتي بودغ ولا سائله. انا كانت عندي في الدار سائله، درت سائله. نزيد هنا واحد العصره تاع القارص، واحد 2 مغارف حتى 3 تاع قارص. نوريك 2 مغارف ولا 3. خلط شويه معاهم هذاك العصير تاع القارص مع لافاني. خلط شويه، نغطي عليها ونخليها في الثلاجه 6 سوايع ولا ليله كامله، وبعد نرجع لكم بحول الله. نوريك الرمان تاعي بعد ما طلقت كامل هذاك السكر، ذاب لي كامل هذاك الرمان. انا الان خليته ليله كامله، تقدري تخليه 6 سوايع. واش نجيب دوك؟ نجيب البغا تاعي ونبدا نرحي فيه كامل. اذا ما عندكش البغا تقدري ديري الرحيوه اليدويه. بسم الله. بعد ما نحيته كامل نحكم الصفايه ولا الكسرونه اللي حنطيب فيه ونبدا نصفي فيه كامل هكا. شوفوا كيفاش راهو يهبط. نصفيه كامل. هاوليك العصير تاعنا ولا الجوج تاعنا نحطوه فوق النار لمده 15 حتى 20 دقيقه، ومن بعد نرجعوا مع بعضنا بحول الرحمن. هاي ما بدا يغلي لي، نحي انا هذا الرغوه هذه باش ما ديريش المراره المعجون ديالي. نحيها كامل كما قلت لكم، نخليها 20 دقيقه ونقدمه لكم بحول الله. المعجون تاع الرمان كيفاش جانا بعد ما خليناه يبرد. قد ما تخلوه يبرد ما يعطيكم نتيجه هايله. ان شاء الله تجربوه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.